تفتكر هتوفر قد ايه في دورة تسمين المواشي لما تستخدم البرنامج الاورجانيك بعائلة البايفاكتور؟ بما اننا داخلين على موسم العيد وتربية الاضاحي، خلينا اقولك ازاي هتوفر في دورة تسمين المواشي. بس خلينا اقولك في الاول هتستفاد ايه لما تشتغل ببرنامجنا الاورجانيك. اول حاجة هتستفادها لما تشتغل ببرنامجنا الاورجانيك هي المناعة القوية وانخفاض نسبة النافق وتحسين الصحة العامة للحيوان ورفع معدلات الأداء، ومنها طبعا تحسين معدلات النمو، وبالتالي هتحصل على وزن أعلى بنسبة تصافي أعلى. يعني إيه نسبة تصافي أعلى؟ يعني لحم أكتر ودهون أقل. أما عن تأثير البرنامج على المناعة، فالبرنامج بيقوي القناة المعوية لأنه بيعزز الميكروفلورا المعوية المفيدة، وكمان بيحسن من وظيفة الخلايا الليمفاوية، وكمان بيحفز إنتاج السيتوكاينات المضادة للالتهاب، وبيحد من السيتوكاينات الموالية للالتهاب، وكمان بيزود من إنتاج الأمينوجلوبولين اللي بيحفز المناعة في الحيوان. وكل العوامل دي بتساهم معانا في تعزيز المناعة للحيوان وتقوية قدرته على مقاومة الأمراض. أما عن تأثير البرنامج على زيادة الإنتاج اللحم واللبن، فبتكون متوسط الزيادة اليومية في الأبقار من 300 ل 500 جرام زيادة يومية للراس، ومتوسط الزيادة في الحليب من لتر لتر ونص حسب نوع التغذية وحسب الحالة الصحية للحيوان. كمان البرنامج بيعزز الخصوبة عند الحيوانات من خلال تحسين الأداء التناسلي. كمان البرنامج بيحسن معانا معدلات التحويل، وبيوفر معانا في كمية العلف في نهاية الدورة، وده اللي هنشرحه دلوقتي في نقطة التوفير. ودلوقتي احسب معايا بالورقة والقلم هنوفر ازاي. لو فرضنا ان احنا هنجيب عجل 200 كيلو وكانت زيادته اليومية 1200، يعني هيزيد في الشهر اللي هم 30 يوم 36 كيلو، يعني في ال6 شهور هيزيد فوق ال200 دول 216 كيلو، يعني انت كده هتبيعه في نهاية دورة التسمين على 416 كيلو. طيب لو حسبنا بقى معدل التحويل لما تزيد معايا الزيادة اليومية 300 جرام عن الطبيعي، يبقى كده هيزيد في اليوم كيلو ونص بدل الكيلو 200، يعني في الشهر هيزيد 45 كيلو، يعني في ال6 شهور هيزيد معانا 270 كيلو، يبقى كده وزن البيع هيكون 470 كيلو بزيادة 54 كيلو بدل 416 كيلو على الزيادة الطبيعية. ولو حسبنا الزيادة دي على 5 شهور يبقى هتبيعه على 425 كيلو، يعني أزيد من اللي احنا وصلنا له في 6 شهور بالطريقة التقليدية، وكمان مع توفير شهر من دورة التسمين. وطبعا ده كمان غير ان مع استخدام العلف السائل بيقلل كمان معانا من العلف المستخدم، يعني كده توفير في زمن الدورة وفي تكلفة العلف كمان، ووزن أعلى عند البيع بأعلى نسبة تصافي وتشافي. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. نشكركم على حسن استماعكم. لو واجهتكم أي مشكلة تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام الموضحة على الشاشة. مع تحيات المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.